كما ربي أخذ بصري ممكن يرده لي بإذن الله إن شاء الله. قصد مكة ضريرا فعاد بصيرا. في فيديو اليوم نروي معجزة تتجسد فيها عظمة الخالق وقدرته. قبل هذا لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وتعالوا لنكمل الفيديو. ربيع مؤذن جزائري بمسجد بمدينة البياض فقد بصره قبل شهرين إثر سقوطه من فوق سطح المسجد أثناء ضبطه لمكبرات المسجد. ربيع كان يستعمل سلما في ذلك صعودا ونزولا مرارا وتكرارا، حيث كان يختبر المكبر بنفسه ليهوي في المرة الأخيرة على وجهه مصطدما بحافة المسجد الإسمنتية. ربيع ظل متحملا وبخطوات متثاقلة والدم على وجهه سار نحو باقي العمال في المسجد مناديا لصديقه طالبا النجدة، ولكنه خر ساجدا مغشيا عليه لعجزه عن المسير غارقا في دمائه. ليفتح عينيه في المستشفى أعمى لا يرى النور، فكانت أول كلمة قالها هي: لماذا أطفأتم الأضواء؟ قوموا بتشغيلها. ربيع بعد خروجه من المشفى أبى إلا أن يواصل عمله النبيل، وبقي يرتاد المسجد ويؤذن الأذان بإصرار قائلا أنه لا يرغب في أن ينظر إليه بنظرة شفقة، وإنما بنظرة العبرة. ربيع ظهر مؤمنا بقضاء الله محتسبا صابرا كونه فقد بصره في سبيل الله، مقتنعا أن لله ما أعطى ولله ما أخذ، حيث ظهر حامدا لها وشاكرا الناس على دعمه. ربيع كان في قلبه أمنية حج البيت الحرام هو وزوجته، ليحقق المحسنون رغبته ويهدونه وزوجته عمرة نحو البقاع المقدسة. وأثناء أدائه العمرة وبعد الطواف الثاني وبإذن من الله ورحمة منه استعاد ربيع بصره وعاد بصيرا وراء الكعبة. فسبحان الذي يقول للشيء كن فيكون، وما أجمل صبر ربيع وإيمانه واحتسابه، فجازاه الله الجزاء الحسن. أشهد أن محمدا رسول الله.